أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعة؟ يا رب دايما تكون بصحة وسلام يا رب. الفيديو بتاعنا النهاردة هنتكلم فيه عن عملات مصر الجديدة، بس الناس اللي هي مش عارفاني دي قناتي الجديدة. يعني انا متخصص في ان انا بعرض العملات وبجيب لك تاريخها وكمية السك بتاعها والمادة اللي هي مصنوعة منها والوزن وكل حاجة وسعرها وكل حاجة عن العملة، مش تسعير بس. وكمان دي غير القناة يعني اللي راحت مني، تمام. فاللهم صل بينا على النبي يعني كده، عشان نصلي على سيدنا النبي محمد، عشان ربنا يبارك لنا كده في ارزاقنا يا رب. وخلونا نبدأ بأول عملة معانا النهاردة، بس عشان خلينا ننوه الناس اللي هي بتبيع وتشتري على الفيسبوك، يعني اتقوا الله شوية، تمام. الناس اللي هي بتشتري الميج المية ب125، يعني ال100 قطعة ال100 جنيه من العملات التذكارية اللي أنا هذكرها دي، بيشتروها ب25 جنيه، يعتبر بيقولك المية ب125. فده حرام عليكم، لأن القطعة الواحدة أقل واحدة بتساوي ب155 جنيه القطعة، يعني القطعة الواحدة ب155 جنيه. هتقول لي ازاي ودي عملات لسه بيتم تداولها في مصر؟ اقول لحضرتك دي كميه السك بتاعها قليله جدا، يعني الندره متوفره فيها، واي حاجه زي ما احنا عارفين زي مثلا الذهب يعني مش متوفر يعني بكثره، فبيبقى غالي. فهي اي حاجه دي بينطبق عليها الندره، والناس اللي هي هواة جمع العملات بيشتروها باسعار غاليه جدا خرافيه، لان دي عملات تذكاريه بتخلي التاريخ ذكرى معينه في حصل في الدوله دي، انت فاهم الفكره. فمثلا لما يكون العمله ديت او عمله تذكاريه ومسكوك منها عدد قليل جدا، في قطع معايا يعني مسكوك منها مليون قطعه على 110 مليون مصري، انت فاهم الفكره. فالندره ان هي توصل لك في ايدك ندره كبيره جدا. وكمان الناس بتخش يا عيني تلمهم من الناس بتضحك اصلا. في ناس ما بتفهمش، يعني اللي هو مش فاهمه قيمه الشيء اللي هي في ماسكاه في ايديها. فيقول لك خلاص يا عم انت هتشتريه ب 100 المية ب 125، ده انا اجمعهم لك وعيني حاضر هات 25 جنيه. ما انت مش فاهم القيمه اللي هو هيروح يبيع بيها، ما انت مش فاهم القيمه اللي في ايديك، كانك معاك حته ذهب وفاكرها حته نحاس وبيبيعها لانها نحاس، ولكن هي ذهب، انت فاهم الفكره. فخلونا بس ايه نبدا باول عمله معانا النهارده. جنيه مجلس الدولة، تاريخ الإصدار بتاع القطعة ديت 2021. المادة معمولة من النحاس والنيكل مطلي بالفولاذ، الوزن بتاعها 8.5 جرام، وكمية السك منها مليون قطعة فقط، مليون قطعة، بسعر للأنصر 155 جنيه بواقع 5 دولار، وسعر الحالة الجيدة ب95 جنيه بواقع 3 دولار للقطعة الواحدة. الأسعار دي للقطعة الواحدة. الحالة الأنصر دي كأنها خارجة من البنك. الحالة الجيدة العملة تداولت كتير فتوسخت أو حصل فيها أي حاجة، فاللي هو مبقتش أنصر، مبقتش لسه خارجة من البنك، أنت فاهم الفكرة. نخش بقى على قصدي نخش على تاني عملة. اسم العملة معانا جنيه فرق مصر الطبية، وده كذا حد معاه العملة ديت، بس عشان مسكوك منها كتير، بس خلينا ماشيين واحدة واحدة. التاريخ بتاعها 2021. معمولة من مادة النحاس والنيكل مطلي بالفولاذ، الوزن 8.5 جرام، كمية السك منها 10 مليون قطعة، بسعر للأنصر 95 جنيه بواقع 3 دولار للقطعة الواحدة، وسعر الحالة الجيدة ب30 جنيه بواقع 1 دولار. نخش بقى على تالت عملة معانا النهاردة، عملة الجنيه بتاع حياة كريمة، تمام. التاريخ 2021. معمول من مادة النحاس والنيكل مطلي بالفولاذ، الوزن 8.5 جرام، كمية السك بتاعته 10 مليون قطعة برضو زي بتاع فرق مصر الطبية، سعر الأنصر 95 جنيه بواقع 3 دولار، وسعر الحالة الجيدة ب30 جنيه بواقع 1 دولار. نخش بقى على رابع عملة معانا النهاردة، الجنيه بتاع موكب المومياوات اللي كل الناس بتتنشأ عليه حرفيا، اللي هو مش لاقينه في اي حتة، لانه يعني اتباع خلاص، اوريدي اتباع. يعني انا هبقى اصور لكم وانزل لكم على المنتدى صور العملات اللي معايا. الحمد لله انا لحقت اجمع شويه، تمام. ما يكملش معايا 10 جنيه موكب المومياوات، محدش لاقيه اصلا، تمام. التاريخ 2021. المادة معمولة من النحاس والنيكل مطلي بالفولاذ، الوزن 8.5 جرام، كمية السك مليون قطعة فقط. هتقولي طب سعر الأنصر بتاعه غالي ليه؟ يعني اسمع، سعر الأنصر ب620 جنيه بواقع 20 دولار، لأن ده هو جمع العملة بتفضل إن هي تقتنيه، على عكس الجنيه بتاع مجلس الدولة اللي هو برضو مليون قطعة بس سعره 155 جنيه للأنصر، يعني مش مجازي أصلا حاجة. لكن بص، ده سعر الأنصر بتاع 620 جنيه بواقع 20 دولار، والحالة الجيدة ب 248 جنيه بواقع 8 دولار. نخش على خامس عملة معانا النهاردة، اللي هو الجنيه بتاع عيد الشرطة ال69 عاما. يعني لو فاكرين خشوا كده على فيديوهاتي القديمة، قناتي القديمة خالص،
اقسم بالله قعدت انوه ان الجنيه ده سعره هيضرب في السماء ومحدش صدقني، الناس قعدت تتريق عليا. بص سعره دلوقتي بقى عامل كام. التاريخ بتاعه 2021، معمول من مادة النحاس والنيكل مطلي بالفولاذ، الوزن 8.5 جرام، كمية السك 3 مليون قطعة. وقعدت والله انوه الناس ومحدش برضو سمعني. سعر الانصر ب 465 جنيه بواقع 15 دولار للقطعة الواحدة، وسعر الحالة الجيدة ب 310 جنيه بواقع 10 دولار. نخش على سادس عملة معانا النهاردة، الجنيه بتاع 150 عاما، ده بتاع دار الكتب. تاريخ 2022، معمول من مادة النحاس برضو والنيكل مطلي بالفولاذ، الوزن 8.5 جرام، كمية السك 10 مليون قطعة، بسعر الأنصر 125 جنيه بواقع 4 دولار، وسعر الحالة الجيدة ب45 جنيه بواقع 1.5 دولار. نخش بقى على عملة اللي بعد كده، السابع عملة، الجنيه بتاع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وده لسه نازل جديد في السوق. هتقول لي ما هو تاريخه 2022، أقول لك ده مسكوك في ديسمبر أو في نوفمبر، عشان برضو إيه يعني، أنا مش متأكد الصراحة من التاريخ، بس هو في الشهرين دول. تمام. معمول من مادة النحاس والنيكل مطلي بالفولاذ، والوزن بتاعه 8.5 جرام، وكمية السك بتاعته غير معروفة، بس يتوقع ان هي 500 ألف قطعة، يعني نص مليون قطعة بس. تمام. سعر الأنصر بتاعها 1170 جنيه بواقع 70 دولار، وسعر الحالة الجيدة ب 1922 جنيه بواقع 62 دولار. خلي بالك ان الجنيه ده غالي جدا جدا، يعني انت لو لقيته اصلا احتفظ بيه. نخش بقى على تامن عملة معانا النهاردة، الجنيه بتاع عيد الشرطة ال70 عام. تاريخ السك بتاع العملة ديت 2022، معمول من مادة النحاس والنيكل مطلي بالفولاذ، الوزن بتاعها 8.5 جرام. كمية السك غير معروفة. تمام. بس بسعر الأنصر أغلى مش من بتاع 69 عام، لأن ده أقل في كمية السك. في ناس دخلت على المنتديات بتاعة الهواة بتاع جمع العملة، الناس بتقول لك مليون، الناس بتقول لك 2 مليون، بس مش هيعدي ال 2 مليون. تمام. ولذلك سعره في السوق على حسب الشائعات ديت معدي ال 558 جنيه بواقع 18 دولار، وسعر الحالة الجيدة 217 جنيه بواقع 7 دولار. نخش على تاسع عملة معانا النهاردة، الجنيه بتاع طريق الكباش بالأقصر، والناس اللي هي السياح بتحب تقتني الجنيه ده بالذات. تمام. التاريخ 2022، معمول من مادة النحاس والنيكل مطلي فولاذ، يعني انت لو في سياح جايين لك تقدر تبيع لهم الجنيه ده. هتقول لها هبيع لهم الجنيه ده، اقول لك تعرف تبيعه لهم، هم فاهمين كويس. هتقول لهم يعني طبعا انت بقى لو واحد من الاقصر او اسوان او العريش، تقدر تبيع الجنيه ده على فكره وتعمل مصلحه. انا يعني بديك فكره اهو، هم ياخدوا الجنيه ده يطلعوا بيه بره يبيعوه بارقام خرافيه. اوكي. مادة النحاس والنيكل مطلي بالفولاذ، الوزن 8.5 جرام، كمية السك غير معروفة، بس احتمال كبير برضو يا جماعة تكون على حسب برضو المنتديات اللي بخش عليها بيقولك مليون قطعة. تمام. ولذلك سعر الأنصة بتاعه واصل 1330 جنيه للقطعة الواحدة بواقع 43 دولار، والسعر الحالة الجيدة 806 جنيه بواقع 26 دولار. نخش على العملة الأخيرة، اسم العملة جنيه مصر للطيران. تاريخ 2022، مادة النحاس والنيكل مطلي بالفولاذ، الوزن 8.5 جرام، وكمية السك 10 مليون قطعة، بسعر الأنصر 217 جنيه بواقع 7 دولار، والحالة الجيدة بسعر 95 جنيه بواقع 3 دولار. اوعى بس يا جماعة حد يعني يضحك عليكم ويخش على جروبات الفيسبوك او الاوليكس كمان. خلي بالكم الناس اللي على الاوليكس معظمهم نصابين، يعني فاهم قصدي، في ناس نصابين كتير جدا على الاوليكس. بس الفكره ان انت لو بيع على جروبات الفيسبوك او انزل بيع، هبقى احط لكم مناطق واماكن البيع زي القناه القديمه. تمام. بس خلي بالك ان يعني اعرف قيمه، ابوس ايديك اعرف قيمه الحاجه اللي معاك اللي موجوده في ايديك ديت، يعني ما تفرطش في اي حاجه كده يا عم. دور، يعني هي مش هتفرق حاجه، هو موجود في جيبك الجنيه، مش هتفرق حاجه. ما يعني زي ما يقولوا ايه، اللي هو مش عيل صغير وشاف حاجه لعبه قدامه جري عليها وخلاص. ما تبقاش مثلا حد عرض عليك سعر، ايه ده الجنيه ده بيتباع، طب خلاص يا عم خده يا عم هات لي 25 جنيه. انت فاهم الفكره؟ يعني ما تروحش تبيع الا لما تكون فاهم قيمه الشيء اللي معاك، هل هو نادر مش نادر، ده جنيه عادي زي الجنيه بتاع توت عنخ امون، لا مش جنيه عادي. انت فاهم الفكره؟ يعني ما تسيبش الدنيا ماشيه كده، افهم الاول بعد كده لما تحب تقرر تبيع خش مثلا على محمد يحيى، شوف، خش على قناه تانية على اليوتيوب، اشوف الاسعار الناس بتتكلم ازاي في الجروبات بتاعت الفيسبوك، وسيبك من الناس اللي بتقعد تقول لك ايه الهبل اللي انتوا بتقولوه ده، ايه الجنيه يعني، ايه الجنيه بيتباع، يعني ايه مش عارف ايه. الناس دي مش فاهمه. انا وانت فاهمين ان دي شيء ليه قيمه، وعارفين بتروح فين وبتتباع فين. مش اي حد في ايديه الدهب بيعرف يفرقه. تمام.
هيقولك انا لازم اروح الاول لحد يشوف لي ده دهب ولا لا. على فكره ادي لاي حد حته حديده كده بس مثلا مشابهه للذهب، والله العظيم ممكن ما يعرفهاش، ممكن يقولك نحاس، ممكن يقولك مش كل الناس عندها علم بالقيمه الشيء اللي معاها. انت فاهم قصدي؟ بس اهم حاجه اشترك في قناتي لو انت عجبك المحتوى بتاعي، والناس كتير عارفاني، يا رب بس تلاقوا القناه بتاعتي اصلا. وكمان يعني ضغطك على زر الاعجاب او اللايك اقسم بالله بيرفع الفيديو لو انت عايز تساعدني اصلا، تمام. وتعليقك الحلو هيفرق معايا، سواء سؤال هتسألني عن العملة او اماكن البيع، وانا ان شاء الله هرد عليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.